اهلا بيكم حبايبي ومتابعيني في كل مكان. اتمنى يا رب تكونوا بخير وسعادة. في الفيديو بتاعنا النهاردة طبعا احنا لسه مكملين سلسلة حلويات المولد النبوي الشريف، وعملت معاكم قبل كده الملبن السادة وعملنا الملبن الاحمر وكمان عملنا السمسمية، والنهاردة بنعمل مع بعض مع شقة الجماهير اللي كلنا طبعا بنحبها الفولية الجميلة القمر. الفولية طبعا بجد بجد حرفيا طالعة تحفة، طالعة جميلة جدا، احلى بكتير من اللي بنشتريها من بره. هنعملها بمكونات بسيطة وبطريقة بسيطة جدا سهلة، ما فيهاش اي تعقيد. اهم حاجة تتبعي التكنيك السليم علشان تطلع معاكي النتيجة القمر اللي انت شايفاها كده قدامك، نتيجة بجد مرضية وطبعا اوفر بكتير من اللي بنشتريه من بره. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما ننساش نسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أول مرة تشوفيني وبتشوفيني من على الفيس ما تنسيش تعملي لي متابعة للصفحة ولايك وشير للفيديو، ولو بتشوفيني من على اليوتيوب ما تنسيش تعملي لي اشتراك للقناة. أول حاجة بنعملها بنجيب طبعا الصاج اللي احنا هنشتغل فيه ونبدأ نديله دهنة خفيفة من الزيت، وبنفرش فيه يا إما كيس حراري زي ما أنا هعمل دلوقتي. لو مش موجود عندك كيس حراري ممكن تفرشي فيه ورق زبدة، او لو مش موجود عندك ورق زبدة ممكن تستخدمي كيس من اكياس التلاجة العادية. بنفرش كده وبنحضر الصاج بتاعنا، وكده الصاج بتاعنا خلاص اصبح جاهز. تعالوا بقى على الخطوة التانية، وتعالوا ندخل على الخطوة التانية. عندي طاستين حطيتهم على نار البوتاجاز على نار متوسطة. الطاسة الاولى حطيت نص كيلو من الفول المقشر زي ما احنا شايفين، وطبعا لازم تبقى النار متوسطة او هادية، وبقلب في الفول من وقت للتاني. الطاسة التانية بقى نزلت فيها كوباية إلا ربع من السكر بما يعادل 125 جرام، قدهم مية يعني كوباية إلا ربع من المية برضو بما يعادل 125 جرام. وبقلب الخليط لحد ما اتأكد ان السكر داب تماما وبدأ الخليط في الغليان. في الوقت دوت ببدأ انزل عليه ب 125 جرام من عسل الجلوكوز بما يعادل نص كوباية من الكوب المعياري، وبنسيب الخليط بتاعنا لحد ما يبدأ ان هو يغلي ويبدأ يكون فقاقيع على الوش زي ما احنا شايفينه. طبعا من وقت للتاني لازم نقلب الفول، ما ينفعش ان احنا ننساه. بنقلب بالشكل ده وخلاص الخليط زي ما احنا بنقول بدأ ان هو يكون الفقاقيع، وبنسيبه يغلي بالظبط لمدة 8 دقايق. وبعد كده هنبدأ ان احنا نعمل له اول اختبار. شايفين القوام بتاعه؟ طبعا الفقاقيع بتاعته كترت، تحس ان هو عليه رغاوي كتير كده، والقوام نفسه بدأ يتقل. لما بنيجي نرفعه بالمعلقة بنحس ان القوام نازل بتقله وان هو عامل عرق كده. شايفين اهو ظاهر كده عندنا في الصورة. بعد ما بيغلي وبالظبط بعد مرور 8 دقايق هنبدأ ان احنا نعمل الاختبار ده سهل جدا. لازم يبقى عندك بولة والبولة فيها مية بتلج. باخد نقطتين من الخليط وابدأ انزل كده بيهم في خليط المية والتلج، وببدأ ان انا الم الخليط اللي اتعمل. لو اتكون معايا كرة، هنشوف دلوقتي هيتكون معانا كرة لينة طرية تمام، فهيبقى ده لسه احنا موصلناش لمرحلة العسل المظبوط في السوى. شايفين شكل العسل معانا اختلف وباين جدا ان هو بدأ القوام بتاعه يتقل ووصل لأول مرحلة في الإصفرار. ما بسيبوهوش لما يصفر أول مرحلة، وبنبدأ برضو نعمل الاختبار التاني. شايفين هنا عمل معانا الكرة الصلبة اللي هي ايه، أول ما بتعمليها كده بتحس ان هي بدأت الكرة ان هي تتكسر معاكي كده. خلاص بنكون في الوقت وصلنا للمرحلة المظبوطة من سوى العسل، وهنبدأ ننزل على العسل بتاعنا بكمية الفول. وطبعا الفول زي ما احنا قلنا ان هو اصلا على النار، فطبيعي ان هو يبقى معانا سخن. بنزل بكمية العسل بالشكل اللي احنا شايفينه كده، وهنفضل ان احنا نقلب كويس لحد المكونات ما تختلط تماما مع بعض. بعد كده بناخد الخليط بتاعنا كده وبنروح على الصاج اللي احنا كنا في الاول دهنينه بالزيت ومبطنينه بالورق الحاري بالكيس الحراري، وبنصب الخليط بتاعنا فيه. وطبعا الخطوة دي لازم تعمليها بسرعة قبل ما تبدأ الفولية اللي عندك تبدأ ان هي تمسك وتقفش كده، لان هي بتقفش بسرعة. بعد ما نزلت كده بالخليط بنسويه طبعا كويس جدا بالشكل اللي احنا شايفينه كده. ممكن تسويه بظهر معلقة، وطبعا لازم تبقى مدهونة بزيت. بعد ما بتسويه بالمعلقة، انا عندي كوباية، مش موجودة عندك كوباية ممكن تستخدمي نشابة اي حاجة، المهم تبقى اي حاجة بتستخدميها لازم تبقي دهنها كويس جدا بالزيت. بفرد كده الخليط وبسويه كويس جدا، وتحاولي ان تخليه كله في ارتفاعه في سمك واحد. بعد ما بنسويه بنبدأ ان احنا برضو نقطعه بالسكينة، وطبعا لازم برضو يبقى الخليط لسه دافي.
بنبدأ نقطعه بالسكينة، والسكينة برضو لازم تكون عندك مدهونة بالزيت، بتقطعيه بالشكل اللي يناسبك وبرضو كمان بالحجم اللي يناسبك. بقطعه كده في الاول بالطول، وبعد كده هرجع ان انا اقطعه بالعرض. وبعد ما بنخلص تقطيع بنبدأ نسيبه لحد ما يبرد تماما. هو بيقفش في وقتها، بس برضو بتسيبيه لحد ما يبرد، يعني سيبيه ساعة او ساعتين بتلاقي ان هو برد. ونبدأ ان احنا نخرجه من الصاج، بيخرج معانا طبعا بكل بساطة وبكل سهولة. وطبعا زي ما احنا شايفين شكل الفولية طبعا تحفة وجميلة وقمر، وصفة اقتصادية. انا جبت نص كيلو فول. النص كيلو يا جماعة عاملين 50 جنيه. طبعا لو احنا هنروح نشتريه من بره هنشتريه اغلى من كده بكتير. عملناها في البيت ضامنينها وضامنين نظافتها وضامنين المكونات الموجودة فيها، وطريقتها بسيطة. كل التكنيك بتاعها بس ان انت تعرفي الدرجة المطلوبة لسوى العسل علشان تنزلي الفول، وباذن الله هتطلع معاكي احلى فولية ممكن تاكليها، احلى بكتير من اللي احنا بنشتريها من بره، واطعم كمان بكتير، احلى بكتير من الحاجات اللي بنشتريها من المحلات الفخمة، المحلات الكبيرة بالاسعار الواو. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، ودي كانت وصفتي. أتمنى الفيديو بتاعي ينال إعجابكم، وإلى اللقاء في فيديوهات تانية إن شاء الله.